من هم اللاعبون الذي تواصل معهم جوزيه مورينيو؟ واللاعب تم الاتصال به عن طريق جوزيه مورينيو هو تيبو كورتوا، ويراه قائدا ويريد أن يكون قائد المشروع الجديد الخاص بجوزيه مورينيو. يعني الموسم الجاي تيبو كورتوا هو قائد نادي ريال مدريد. ذلك يقول الصحفي ميغيل كما تحدث مع فينيسيوس ويراه عنصر مهم جدا داخل غرفة الملابس. جوزيه مورينيو علاقته جيدة فينيسيوس جونيور مع معظم اللاعبين، وسيكون عنصرا أساسيا في بناء الفريق من الداخل. الصحفي ميغيل يقول تواصل جوزيه مورينيو مع كيليان مبابي، والفرنسي متحمس جدا لفكرة تولي جوزيه مورينيو تدريبه وعودة الروح الجماعة داخل ريال مدريد. الكلام هذا حاليا مبشر بالخير. الله أعلم شنو حيصير في السيزون الجاي لنادي ريال مدريد. هل هيكون جوزيه مورينيو هو سبب إصلاح نادي ريال مدريد، أو حيخرب الموضوع كيف ما خربه مع تشابي ألونسو؟ بشكل رسمي وحسب صحيفة الموندو تقول بأن نادي باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض يتجاوز 100 مليون يورو من أجل ألفاريز، ولكن رغبة اللاعب هي نادي برشلونة. نادي برشلونة يريد إدخال لاعبين في الصفقة، ولكن أتلتيكو مدريد لا يبدي أي مرونة حتى الآن. يعني حتكون شبه معجزة لو نادي برشلونة تم صفقة ألفاريز الموسم القادم. رسمي وعاجل وحسب صحيفة الماركا تقول بأن كيليان مبابي سيكون أحد محاور الاهتمام ليلة في ملعب السانتياغو برنابيو. يتعرض الليلة كيليان مبابي إلى صفيرات الاستهجان أقوى من تلك التي تعرض لها فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام قبل أسابيع. فعلا استحق الصافرات وأشياء أقوى من الصافرات كيليان مبابي بعد الشيء اللي داره في الكلاسيكو. تقول صحيفة الماركا بأن كامافينجا لا يفكر في الرحيل وما زال مستمر مع نادي ريال مدريد ويحاول استعادة أفضل مستويات. كلمة ما فيش داعي أنك أنت تستعيد أفضل مستوياتك الجميل اللي درتها لنادي ريال مدريد وجماهيره في رقبتنا العمر كله، غير توكل الله. هنا وليس آخرا، نادي الأرسنال مهتم جدا ويريد التعاقد مع اللاعب ماتيوس فرنانديز. أي أخبار موثوقة رسمية تلقانا عند عبد الله. ما تنساش اللايك والمتابعة. ديما طيبين.